اللي الحسين دخلتها عندنا دي داخله عن طريق سينا. هي سينا دي عملكوا تسلخات، ما تدهنوا كده كم. انتوا كده هتفضلوا طول عمركم كدابين، عاملين زي العيله الكدابه الغلسه اللي في المدرسه، اللي متربيه على انها تكون حاقده وغيوره من صاحبتها اللي معاها في المدرسه. كل شويه تبقى عايزه تلبسها اي مصيبه. يا ميس اميره مصر ضربتني وهي ما عملتلاش حاجه. ميس اميره مصر بتطلع لي لسانها. يا ميس اميره مصر اخدت سينا بتاعتي من الشنطه وحطيتها عندها في الديسك. يعني ميس اميره بتصدق طبعا، ما هي بنتها ومقعداها في اول ديسك قدام السبوره. ليه يا رب التباشير يخش في عينيكي يا اسراء يا بنت اميره؟ ليه يا رب تتمسحي بالبشاوره ما يعرفوا يكتبوكي تاني؟ سينا ايه اللي دخلت منها طياره يا بنت؟ يا مصر هلهوله زيك؟ عايزه تقولي للناس ان انت مش هلهوله لوحدك؟ عايزه تشبكينا في اي منكش معاكي؟ ولما انت عارفه مسارها كده يا ترعه المفهوميه ما مسكتهاش ليه يا بنت؟ ولا هو اي هد والسلام؟ يا هلهوله اسراء بالظبط عامله زي ما تكون بتلعب صلح. اسراء واقفه عامله كده وكل من هب ودب عمال زو. تيجي اسراء تروح باصه لورا، مين اللي ضربك؟ مصر. يخرب بيتك. اعمل تاني تخ تخ تخ، مين اللي ضربك؟ سينا. النبي حتى مصر لو مش بتلعب معاهم هتقول لك برضه مصر. هي العيله الكدابه الغلسه اللي تبقى في المدرسه. الله الرحمن الرحيم. اسراء ضربت اليمن، جابوا الطيارات وعنا وقعدوا يمطروا على اليمن. فين؟ في ميناء الحديده بمسانده مين؟ ماما اميره. ليه؟ يوم الجمعه اللي فات الحوثيين ادوا اسراء على دماغها 3 طيارات مسيره زائد صاروخ باليستي وطياره رابعه لوحدها كده. الطياره دي دخلت واخترقت اسراء، فضلت ماشيه 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 ميناء ايلات وجنوب اسراء والنقب وتل انابيب، وتقوم داخله ضربه مبنى في تل انابيب. طياره ملهاش حل، طياره من غير سواق وصنع ايراني، دخلت المسافه دي كلها جوه اسراء ومفيش كلب عبرها. بقت تعدي كده الطياره عادي، داخله من قدام ايلات تقول سلام عليكم محدش بيرد. دخلت جنوب اسراء سلام عليكم محدش بيرد، الجنود في اسراء كلهم واكلين فول. دخلت النقب افتكروها دبانه، دخلت تل انابيب افتكروها حمامه، ضربت مبنى جوه تل انابيب قالوا يا حنتي دي ما طلعتش حمامه ولا دبانه. عملوا بيبيع على نفسهم كلهم، بلد هلهوله. وطبعا دي بسببها راح من عندهم واحد عقبال ما يروحوا كلهم يا رب، و10 قرود عندهم مصابين بين الحياه والموز. علشان كده اسراء تسكت. قالت والله ما انا ساكته، انا يخش بتعمل زي الدبانه كده تخش تعلم عليا جوه من الحوثيين ليه؟ مصر تقول عليا ايه؟ راحت بعتة 13 طياره اف 35 على اف 16 على اف ريحتكم وحشه. بس طيارات ايه؟ في امريكا بره وجوه. طلعوا من النقب، طلعوا عملوا ايه بقى مع الحوثيين؟ طلعوا ضربوا هناك في اليمن مصافي نفط ومخازن لادوات حربيه وتسببوا في انقطاع الكهرباء هناك. 10 اهداف تن 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 كده. الحوثيين بقوا محتاسين، قالوا طب خلي بالكم بقى يا اسراء، المره الجايه احنا هنخربق لكم دان حيفا يا ناس يا جيفه. اسراء برضو تسكت؟ لا، تبدا بقى تهبط، ما هي بقى شكلها وحش، حته طياره قد علبه البسكوت تخش تعمل ده كله. قالت لك الطياره اللي الحسين دخلتها عندنا دي داخله عن طريق سينا. هي سينا دي عملكوا تسلخات، ما تدهنوا كده كم. انتوا كده هتفضلوا طول عمركم كدابين، عاملين زي العيله الكدابه الغلسه اللي في المدرسه، اللي متربيه على انها تكون حاقده وغيوره من صاحبتها اللي معاها في المدرسه. كل شويه تبقى عايزه تلبسها اي مصيبه. يا ميس اميره مصر ضربتني وهي ما عملتلاش حاجه. ميس اميره مصر بتطلع لي لسانها. يا ميس اميره مصر اخدت سينا بتاعتي من الشنطه وحطيتها عندها في الديسك. المشكله ان ميس اميره بتصدق طبعا، ما هي بنتها ومقعداها في اول ديسك قدام السبوره. ليه يا رب التباشير يخش في عينيكي يا اسراء يا بنت اميره؟ ليه يا رب تتمسحي بالبشاوره ما يعرفوا يكتبوكي تاني؟ سينا ايه اللي دخلت منها الطياره يا بنت؟ يا مصر هلهوله زيك؟ عايزه تقولي للناس ان انت مش هلهوله لوحدك؟ عايزه تشبكينا في اي منكش معاكي؟ ولما انت عارفه مسارها كده يا ترعه المفهوميه ما مسكتهاش ليه يا بنت؟ ولا هو اي هد والسلام؟ يا هلهوله الطياره دخلت ايلات والنقب وجنوب اسراء لغايه شمالها، دخلت تل انابيب وخبطت مبنى تل ابيب وداخله وكانها بتتفسح بقى وحاطه الشنطه على كتفها. كان ناقص الطياره بعد ما تخلص تخش تاخد دش في تل انابيب، بترش مزيل عرق تحت جناحاتها وتلبس اللبس الجديد بتاع العيد اللي جايبه لها ايران، تمسك بالونه في ايدها وتطلع. اسراء بالظبط عامله زي ما تكون بتلعب صلح. اسراء واقفه عامله كده وكل من هب ودب عمال زو. بتيجي اسراء تروح باصه لورا، مين اللي ضربك؟ مصر. يخرب بيتك. اعمل تاني تخ تخ تخ، مين اللي ضربك؟ سينا. النبي حتى مصر لو مش بتلعب معاهم هتقول لك برضه مصر. هي العيله الكدابه الغلسه اللي بتبقى في المدرسه. هي اسراء ام صرب طول عمركم كدابين، زي برضه الصوره بتاعت النتن اللي راحت صورها في رفح عند اهل عزه الناحيه الثانيه. قال لك بقى ان النتن دخل ازاي؟ قال لك دخل معبر رفح عن طريق مطار العريش الدولي. نتن جه من ناحيه العريش الدولي. الله ده فعلا تصدق ده حصل. نتن كان عندنا في مصر، جه من ناحيه العريش، اكل كشري مصري هناك، حتى الدقه كانت كتير عملت له حرقان على معدته، جرد بطنه، دخل الحمام عمومي قعد فيه ساعه. اهل العريش بقى استقبلوه بالزغاريد، قالوا له منور يا حاج نتن، اتفضل يا اخويا، ده انت ما شالتكش الارض نشيلك جوه عينينا. مال نتن كان في العريش. قال لك بقى الدوله عملوا حظر تجوال، 2 كونستابل بقى تبع الشرطه بتوعنا بقوا ماشيين قدامه حارسينه. مال نتن جاي من العريش راسه 1000 سيف، ايه اللي يجي معايا اسماعيليه واكل له منجتين، واحده عويسي وواحده سكري. قال لك بس انا لما اخد سينا يا بلبل هزرع كل سينا مانجا. تعقلوا الكلمه قبل ما تقولوها، تعقلوا الكلام قبل ما تقولوه. راجل ساب بلده وساب تل انابيب، ساب الدنيا من هناك عشان يروح رفح ناحيتهم، فهو جاي من ناحيه العريش.
نزل من مطار العريش وراح داخل من رفح المصريه بقى، والعساكر راحت مدياله التحيه، اتفضل يا نتين باشا. بطلوا هبد بقى، لازم سينا كده تخش في اي جمله. مهم ربنا يسترها بين الحوثيين واسراء، يقعدوا يلطشوا في بعض، وطبعا مسرح العمليات هيبقى جنبنا جنب قناه السويس، ده يأزموا لنا الدنيا بقى. لو هم بيضربوا بعض ويلطشوا في بعض حاجه تنزل كده ولا كده عندنا، بس تروح رده كده وكده، هيخرب بيكم ما تلعبوا بعيد في اي حته. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اسراء يا بنت اميره، ليه لا تكسبي ولا تربحي يا حنتي.